السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. طمنونوا عليكم، قولولي اخباركم ايه. يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة جيدة على طول يا رب العالمين. وربنا يا رب يديكوا الصحة لشغل بيتك يا ست الكل، ولا يحوجك لحد ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى منى كانت بتصفي الطماطم، وعملت احلى شوية كشري، وعملت الصلصة هي. طبعا هنا حطيت فصين من الثوم، نزلت عليهم شويه زيت، بعد كده هنزل بحبه الخل، بعد كده احط عليهم الطماطم على طول اللي متصفيه. تمام التمام. هنا بقى معلقه على المكرونه، والناحيه دي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام عليه. حطيت على الشعريه، حمرتها، وبعد ما حمرت الشعريه هنزل عليها بالعدس واديها تشويحتين مع بعضيهم. العدس بيبقى نص سوا. تمام. نزلت عليهم بالعدس، وكمان هنزل عليهم بالرز واكمل سوا العدس واسوي الرز مع بعضيهم. بس كده، وعلق عليهم، وهيبقى احلى كشري يا احسن ناس في الدنيا. وهنا بقى حطيت الملح والفلفل الاسود. وطبعا اخوات جوزي هما بيساعدوني في المطبخ بصراحه في كل حاجه، يعني بامانه يعني. فواحده قاعده معايا عشان هي تعبانه وكده، فانا هستغل موقف ان هي قاعده معايا يعني عشان نستغلها شويه في المطبخ. والتانية منى اللي انتوا عارفينها، هي اللي كانت بتقطع البصل دوت. طبعا البصل دوت هنحط عليه شويه دقيق، وهنقلبه كويس جدا، وهنزل عليه على طول في الطاسه علشان خاطر يديكي مقرمش، يبقى مقرمش وحلو كده يا ست الكل يا قمر. اهم شيء لو وصلت لحد هنا حط اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، عشان يوصلك مني كل جديد يا ست الكل. وتشتركي معايا كده عشان نكبر بعيلتنا بيكم يا احسن ناس في الدنيا، ويسعد قلوبكم كلكم، واشوفكم مرتاحين البال وفي احسن حال، امين يا رب العالمين. هنا بقى حطيت بقى خلاص الاكل استوى، حمرت كل حاجة، ظبطت كل حاجة، هنزل عليهم على طول بالصلصة. هنزل بقى احط دلوقتي طبقة الرز ده اول شيء، وبعد كده بصوا دي الصلصة اللهم صل وسلم، الشطة، الزيت، شفتوا احلى شطة زيت يا احسن ناس في الدنيا. هنا بقى خلاص حطيت هنا المكرونة، فوقيها على طول هحط عليهم الحمص يا احسن ناس في الدنيا. يا رب يخليكم ليا ودايما تكبروا بقدر، ويجعلكم دايما من جبارين الخواطر، امين يا رب العالمين. هنا بقى كده قلت ايه، اعمل لحبايبي كده، انزل لهم فيديو حلو، وفي نفس الوقت اشجعهم، وفي نفس الوقت من ضمن مش عارفين نعمل ايه بكره، نعمل اكل ايه بكره، حيرة كل ست، نعمل اكل ايه بكره. فاحنا النهارده منى قالت انا نفسي في الكشري. عندي اختها طبعا انتوا ما تعرفوهاش، فهي قالت خلاص تمام وانا اللي هعمل الكشري. فبص احنا كلنا كده كنا مقتنعين بالكشري، قلنا خلاص نتوكل على الله ونعمل كشري النهارده، بمناسبه ان احنا مش عارفين، وحيرة كل بيت مش عارفين نعمل اكل ايه. هنا بقى حطيت الحمص، وبعد كده احط على من فوق الوش كده حبه الصلصه القمر اللي اتسبكت زي العسل ديت، اللي انا قلت لك عليها تعمليها ازاي. الخطوه دي جميله جدا 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 وحلوه قوي، وجربوها هتعجبكم باذن الله. هنا بقى خلاص دخلت على المواعين، دب 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 يا ام ميه على طول كده، خلصي مواعينكم، خلصي دنيتكم، الدنيا زي الفل، مش محتاجه اي حاجه. ربنا يقوينا وربنا يحفظنا يا رب العالمين، ويخلينا كده لبيتنا ولعيالنا، ودايما واقفين على رجلينا، ودايما نخدم نفسنا بنفسنا، وربنا ما يحوجنا لحد ابدا، ويجعلنا دايما دايما من الصابرين. إن الله مع الصابرين. والله العظيم أحسن كلمة إنك تقوليها، إن الله مع الصابرين. يا رب أنا صبرة وارزقني من عندك، يا رب أنا راضية بكل شيء ربنا بيدهوني، يا رب اكرمني من عندك. بمناسبة اللي احنا في شهر مفترج، وشهر بصي جميل جدا جدا جدا. وادعي زي ما انت عايزة، اتكلمي مع ربنا زي ما انت عايزة، وربنا هيكبر بخاطرك. والله العظيم قولي يا رب، قولي يا رب
يا رب ارزقني من عندك، يا رب ادي الصحة ليا، واحسن نعمة هي نعمة الصحة يا جماعة، والله العظيم مش بالمال، الصحة مش بالمال. الصحة لو راحت مش هتعرفي تقفي تغسلي كوباية عصير، كوباية اي حاجة، مش تقدري تغسلي اي حاجة خالص. صحتك، بصي انا بقولك صحتك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، صحتك لو راحت مش هتلاقي حد يقف معاكي ولا هيعمل لك حاجة، محدش بينفع حد نهائي. تمام. ولا تزعلي من اي شيء، ارمي الزعل ورا ظهرك، صدقيني الزعل بيؤدي لحاجات كتير قوي، بيؤدي لحاجات كتير قوي. واسمعي مني انا، علشان انا جربت وفعلا تعبت جامد جدا وما لقيتش حد غير جوزي، وهو وحده، وهو اللي هيبقى واقف معاكي وعيالك، غير كده مش هتلاقي حد. وربنا يقويكي على شغل بيتك، ربنا يقويكي يا رب، دايما تبقي واقفة عود وعمود وما تحتاجيش حاجة من حد ابدا، امين يا رب العالمين. هنا بقى غسلنا مواعيننا، لمينا طبقنا، لمينا بقى. طبعا كانت عاملة طبعا توتة، انتوا عارفين ان هي اصلا فترة، عشان توتة صغننة عندها 3 سنين ونص، صغننة خالص. فكنت سخنت لها شوية لبن، برضو هي ملهاش ذنب، الصبح كده سخنت لها شوية لبن، فقلت تشربهم تقوي بيها نفسها لحد ما ما ابدا لما الاذان يدن، عشان نبقى كلنا قاعدين ناكل براحتنا، لان هي ملهاش ذنب حبيبه قلبي، هي مظلومه معايا في رمضان والله العظيم. فربنا يا رب يخليهم لنا ويبعد عنهم اي اذى واي شر، امين يا رب العالمين. هنا بقى يا ست الكل كده اللي كانت فيها اللبن طبعا بنغسلها، والمعالق والطبوقه، وطبعا اللي احنا عملنا فيها مثلا اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عليه، الدقه طبعا انا ما جبتش معاكم الدقه ولا الشطه، الزيت حقكم عليا. فانا بصراحه كان اليوم كله كان معفرت، عايزه اخلص تعبت بمناسبة ان امبارح برضو كنت تعبانة جدا، فيعني موضوع الشقة وموضوع كل بهدلة، فربنا يقوينا كلنا، امين يا رب العالمين. هنا بقى خلاص اهوت بلم دنيتي، اشطف حاجتي، اغسل مواعيني، اظبط دنيتي. قومي يا ست انت وهي، بطلي كسل، قومي لو عندك شوية مواعين قومي خلصيهم، لو عندك شوية غسيل قومي اغسليهم، لو عندك غسيل منشور قومي طبقيه، قومي كده. احنا ستات بيوت شاطرة، مش بنحب الكسل. اوعي تكسلي الاهل اللي شقتك، اوعي تبقي الكسلانه في عمايل حاجتك. قومي يا ست الكل كده تنشطي بينا، قومي اغسلي شويه مواعينك زي ما ام مايا بتعمل كده. شفت ام مايا شطوره ازاي؟ يا جماله يا جماله يا ام مايا، بس بشجع نفسي اهو. بس كده ودينا اهو اتخلصت دنيتي، والحمد لله، الحمد لله يا رب على نعمتك لينا، الحمد لله. والكشري كان زي السكر، والله العظيم كان زي السكر. فالحمد لله يا رب العالمين على نعمتك لينا، يا رب يجعلها دايما نعمة، ويجعلها دايما بيتنا مفتوح لكل الناس، ومفتوح هقولك ايه، مفتوح دايما بحس جوزي وبحس اهله دايما يا رب العالمين، ويخليهم ليا، ويجعلنا دايما من الصابرين. وربنا كريم يا رب العالمين، انت وحدك اللي عالم، وربنا هيكبر بخاطرنا بإذن الله. هنا هوت كده خلاص هغسل بقى الحوض بقى وخلاص كده. طبعا خلصت اهوت، معلش بقى الكاميرا كانت ساعتها وقعت، فانا ما خدتش بالي غير بعد ما خلصت، قلت هعمل ايه طيب، لازم هنزله كده بقى وخلاص فالحمد لله. اهم شيء يا ست الكل، لو وصلت لحد هنا حط لي اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، عشان بجد الفيديوهات الجايه هتبقى احسن واحسن من كده. في نفس الوقت هيبقى ربنا يا رب يديني الصحه وانزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. كل اللي انا بتمناه منكم هو دعمكم ليا، اللي هو اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يا احسن ناس في الدنيا. وربنا دايما يا رب يخليكم ليا ولا يحرمني منكم ابدا، واسيبكم بقى يا حبايب قلبي في رعايه الله.